ايه هو الفرق بين الحساب الجاري والحساب التوفير وايه مميزات كل واحد فيهم؟ للي ما يعرفناش، احنا قناة بنك تيوب او القناة المصرية لشرح المنتجات البنكية. تابعونا. اولا الحساب الجاري، الحساب بيتيح حرية السحب والايداع في اي وقت من الرصيد الحالي اللي هو المتاح للسحب. ده حساب بدون فوائد، ليه دفاتر شيكات، ليه كارت صارف آلي اللي هو الديبت كارد، إمكانية استلام وتحويل الأموال محليا ودوليا، إمكانية الاستخدام من خلال الإنترنت اللي هو الشراء، ليه كشف حساب دوري. بعض البنوك بتتيح فايدة للحساب الجاري، بس احنا بنتكلم طبعا بشكل عام أو بالأغلبية. بعض البنوك تشترط حد أدنى لفتح الحساب الجاري، ده بالنسبة للحساب الجاري. أما بالنسبة لحساب التوفير، ده حساب سحب أو إيداع في أي وقت، ملهوش مدة معينة، ليه هامش ربح يختلف من بنك لآخر، وتختلف طريقة احتساب الفوائد أو الأرباح حسب العقد اللي أنا مضيته مع البنك، والشائع شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي. في بعض البنوك بتتيح فايدة أسبوعية أو يومية، بس احنا طبعا بنتكلم عن الشائع. المزايا بتاعة الحساب التوفير، دي وسيلة للادخار آمنة وقصيرة المدى، ليه أرباح أو فوائد، سحب وإيداع في أي وقت. بعض البنوك بتتيح بطاقة صارف آلي اللي هي ديبت كارد. بعض البنوك تشترط حد أدنى لفتح حساب، وإمكانية الشراء على النت، شغال على النت عادي مفيش مشكلة. بالنسبة للمصاريف تختلف من بنك لآخر. هنسيب لكم اللينك الخاص بالأسعار الفايدة الخاصة بأكبر 3 بنوك في مصر تحت الفيديو. ده كده بالنسبة للحساب الجاري والتوفير والفرق ما بينهم. أما بالنسبة لوسائل الادخار الأخرى، هنشرح الفرق بين الوديعة والشهادة. أولا الوديعة ده وعاء ادخاري يمتد عادة من أسبوع لسنة أو أكتر. بدأت بعض البنوك في تقديم ودائع تصل ل10 سنوات. فائدة الوديعة تختلف على حسب المدة، سواء شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. في ودائع لمدة أسبوع، ده بتختلف طبعا من بنك لتاني. عند انتهاء الوديعة في حاجة من 3 بتحصل: يا إما تجدد مع الفايدة، يا إما بتتحول إلى حساب العميل، يا إما بنسحب المبلغ. من مميزات الوديعة إمكانية كسرها في أي وقت، والميزة الثانية إمكانية الحصول على قرض بضمانها أو كارت ائتماني اللي هو الكريدت كارد. عادة ما تكون الفايدة طردية مع مدة الوديعة، بمعنى كل ما تزيد المدة كل ما تزيد الفايدة بتاعت الوديعة. شهادة الادخار تختلف الشهادة عن الوديعة في 3 حاجات: مدة الشهادة، سعر الفايدة، مدة الكسر. أول حاجة بالنسبة لمدة الشهادة تتراوح من سنة ل10 سنوات. وسعر الفايدة تختلف على حسب إذا كانت الفايدة ثابتة أو متغيرة، وحسب دورية صرف العائد، سواء شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي. وطبعا الفايدة بتختلف على حسب نوع الشهادة ومدتها. ثالث حاجة مدة الكسر. من شرط الشهادة إن لا يمكن كسرها قبل 6 شهور، عكس الوديعة بتتكسر في أي وقت. من مميزات الشهادة سعر الفايدة بتاعت الشهادة بيكون أعلى من الوديعة. ثاني حاجة إمكانية الحصول على قرض بضمانها أو كارت ائتماني اللي هو الكريدت كارد. هنعرض في الرابط أسفل الفيديو أسعار الودائع والشهادات لأكبر 3 بنوك في مصر. للي ما يعرفناش، احنا قناة بنك تيوب أو القناة المصرية لشرح المنتجات البنكية. تابعونا.